السلام عليكم. إعلاميين نادي الزمالك الحقيقة بيطلبوا طلب غريب جدا من اللاعبين، إن هما يلعبوا وما يدوروش على الفلوس وما يفكروش في مستحقاتهم. ولو لاعب فكر يطالب بمستحقاته يقولوا عليه جعان وما عندوش أصلي، وبتبدأ حملة الشتيمة وقلة الأدب. لكن في نفس الوقت محدش من الإعلاميين دول بيقوم يتبرع لنادي الزمالك أو يستغنى عن مرتبه في قناة نادي الزمالك حبا في الزمالك. مفيش واحد من اللاعبين السابقين اللي بيطلع يهاجم اللاعبين والمدرب ما شفناهوش بيتبرع لنادي الزمالك بأي شيء أو يساهم في أي شيء في إنقاذ نادي الزمالك من كبوته. فالحقيقة الموقف مغاير تماما. يعني مثلا تعالى في النادي الأهلي تلاقي واحد زي الكابتن عماد النحاس عارف ان هو جاي مدرب مؤقت واشتغل واجتهد، عارف ان في مدرب تاني جاي واشتغل واجتهد، قالوا له اشتغل مدرب عام اشتغل مدير فني اشتغل، كله حبا في النادي الاهلي، مش عشان مش لاقي فريق يدربه. اللي انت عايزك لازم تعرفه ان دلوقتي وانا بكلمك عماد النحاس اصبح مديرا فنيا لنادي الزوراء العراقي بعد فترة من وجوده في النادي الاهلي. وجود اي شخص في النادي الاهلي بيكون مكسب ليه جدا جدا، وبيفتح له افاق العمل في اي مجال. في انكار ذات من كل ابناء النادي الاهلي. عايز اقول لك ان محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مش بكلمك على محمد شوقي اللاعب، محمد شوقي المهندس محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، اللي هو مش مختارينه في القائمه الجايه، ومع ذلك هو بيمارس عمله وهيكون رئيس البعثه للفريق المسافر لكيجالي في رواندا، اللي هو هيلاعب فريق النادي الاهلي في الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا. هم دول ابناء النادي الاهلي. في انكار للذات، حب للنادي الاهلي بغض النظر عن وجوده في موقع المسؤوليه او لا. كابتن الخطيب لما اختار القائمه بتاعته، القائمه فايزه بالتزكيه، مفيش حد مترشح قدامها، لان في اجماع بين ابناء النادي الاهلي وحب بين ابناء النادي الاهلي. شفنا المارقين والناس اللي طلعت تشتم وتقطع بقالهم كام شهر في الكابتن الخطيب ومجلس ادارته، مفيش واحد فيهم يجرؤ انه ينزل انتخابات قدام الكابتن الخطيب ومجلس ادارته. ليه؟ لانه عارف ان الجماهير واعيه جدا واعضاء الجمعيه العموميه واعيين جدا، ومحدش فيهم هيختار اي حد كان بيهاجم مجلس اداره النادي الاهلي بدون مبرر، لان في النهايه كله بيعمل لصالح نسيج النادي الاهلي. نتمنى الزمالك وجماهيره واعضاء مجلس ادارته يحذوا نفس الحذو عشان تكون في قومه لنادي الزمالك مره تانيه.